السلام عليكم. فهذه رسالة خاصة واضحة المعالم لبلاد الراي بعد مقابلة ديالهم مع المنتخب الموريتاني. فأول شيء هنيئا للمنتخب الموريتاني التأهل ديالهم للدور الثاني لأول مرة في التاريخ. فصراحة كانت مقابلة وانتصار مستحق، عطيتهم درس في كرة القدم. والصدمة كانت قوية، لأن المنتخب الموريتاني لعب الثوب ديال المنتخب الإيطالي بالخطة المنظومة الدفاعية المحكمة. صراحة شيء يدرس. فكاين واحد الفئه من بلاد الراي، من بعض المحللين وكذلك من بعض الشعب ديالهم اللي صراحه كيقولوا شي كلام مجانب الصواب، ماشي لخاطرهم عضهم كلبه من لسانهم، والله الا عضهم كلبه من لسانهم، وتيقولوا شي كلام اللي مجانب الصواب. واحد البارح قال لي من انتصر علينا المنتخب الموريتاني نهبط الرضا اخويا، اش كتسنى؟ واحد الحر يديروا عليه، انت اصلا ما خصكش تكون في الاستوديو، سير غبر، سير قلب لك على شي حزب. واحد المحللين اخرين حتى هما مع سبحان الله مرض، واحد المرض خبيث اللي هو المغرب، وما عمركم ما غتشافوا منه، غتبقاو ديما معذبين ومكرفسين، بزاف. فلا مجال للمقارنه مع وجود الفريق. قال لي المدرب ديالنا، المدرب ديال تنزانيا فغيلعب واحد الخطه محكمه وغادي يحاول المنتخب المغربي ما يلقاش غيلقى واحد الصعوبه كبيره. وهاك وزيدك هذا راه ثلاثه للدص معلم، ثلاثه للدص. شي حنا كمغاربه كنامنوا جوج بالجزائر اللي خوتنا وحبابنا ومن دمنا، هو الشاب خالد ورضا الطالياني. هادو كيديروا السجون في الفلبين غيهضروا على المغرب برجوله، حيت هادوك عاشوا الخيرات وعاشوا في المغرب الحمد لله، ماشي بحال واحد المهرنيط عندكم في القناه القطريه با مزمار ديال الراقصات، مزمار ديال العوالم، هذاك اللي كان الغله وكيسب المله، ولكن كيبان قزام قديمه، كيبان رخيص، وهذه كيبقى ديما يبان رخيص. فهذاك المدرب ديالكم فالحمد لله الاتحاد التنزاني عطاه درس في اللاعب النظيف وطردوه شر طرده، فهمتي؟ حيت الكره ما فيهاش السياسه، الكره بعيده عن السياسه، وديما مغرب والله حتى ما كاين الخناق. بانداغاني الحاج موريتاني، هاك بلاد الراي زيدك.